كل منا له ما يميزه، ولكننا نتشارك في الفرحة والاستمتاع بالمشاعر الدافئة حينما ينطق كل منا معبرا للآخر بصدق: كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت دايما فرحان، وربنا يديم علينا الأفراح. حياتنا على الأرض قصيرة، من أهم إنجازاتنا فيها أن نحرص على إراحة الناس وإسعادهم ومساعدتهم على أن يحيوا بطريقة أفضل. بخير معالي السيد الوزير، أخونا العزيز الأب بموة، معالي السيد اللواء قائد الجيش، كل القيادات الشعبية والتنفيذية، السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كل عام وحضراتكم بخير. فما أجمل أن يكون عيد إخواننا مع أجمل أيامنا، فنحن في أجمل أيام على الإطلاق، وهي العشر الأواخر من شهر رمضان، وها نحن اليوم نهنئكم بعيد القيامة المجيد. كل عام أنتم بخير. أنتم إخواننا في كل شيء، فالأخ هو المشارك لغيره من ناحية الوالد أو الوالدة، فهذا أخ، ثم يتسع النطاق فيكون على فئة أكبر المشارك لغيره في القبيلة. ثم كل التهنئة، كل الشعور والإحساس دايما بالفخر بتواجدنا معاكم. فنرجو كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد القيامة، وربنا يجعل دايما أيامكم كلها احتفالكم يعتبر احتفال خاص بينا احنا كمان بمناسبة شهر رمضان، واحتفالات موحدة في وقت موحد. يعني بعتبر ان ربنا كرمنا بالليل أيام سعيدة يعني. كل سنة وانتم طيبين. سعادة وفخر وشرف لي ان انا قاعد في وسط الكوكبة العظيمة اللي موجودة دي، مسلمين وأقباط، تدعو للفخر والسعادة. اسمح لي بس في الأول نحيي، هم منتظرين بس أنا يعني هقولها لكم برضه، إن كل سنة بقول إن الفرقة دي يعني ليها كلية خاصة كده، وكل سنة بتتقدم وتتطور وتبقى أحلى وأجمل، وفيها أصوات. النهارده صوت البنت اللي ورا دي، أيوه الاسم إيه؟ حاجة يعني يا حلاوة. يا حلاوه معانا فرقه من سنه يا فندم في الثقافه، ما شفناهمش على المسرح ان شاء الله يا فندم. يعني سجلتهم وبعدين ما شفتهمش، لكن انت سامع الصوت وجماله وعزومه والمجموعه والمايسترو بتاعتهم براحه كده نفسيه، لما باجي اقعد معاك. وبعدين انت دايما حاربنا، يعني انا كنت بقول لك تعالى لي كل شويه المكتب، يعني ناخد دفعه كده وشحنه، يعني ماجد بيجي لي كل شويه فبناخد حته وانت حته، الدنيا كلها تطير بينا يعني. دي ناحيه مش كده ولا ايه؟ فما تحرمناش يا فندم. جميل. الساده اعضاء طبعا مجلس النواب، مجلس الشيوخ، منورين الدنيا طبعا انكم موجودين بتقدموا التهنئه، وده واجب عليكم على فكره، مش عشان ما تقولوش ما حدش يعمل لي كده. فانا في النهايه ما بقولش غير اني بحييكم كلكم، وبتمنى يا رب ان ايامنا كلها تبقى اعياد، طول السنه تبقى اعياد بالنسبه لنا وفرح وسعاده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يوم سعاده لنا، ومن يوم نطالع ان اليوم النهارده بيتواكب معانا في شهر رمضان وايام قليله وداخلين على عيد الفطر. يعني الحمد لله رب العالمين، حتى اعيادنا في توقيتات مشتركه، بالاضافه لان احنا كنا دايما بنقول ان مفيش حاجه اسمها اعياد اقباط واعياد مسلمين، هي الاعياد لينا كلنا في اسره واحده، في قلب واحد، في نسيج واحد، في دوله واحده. طبعا انت عارف يعني حتى احنا في اعياد شم النسيم احنا بنفرح اكتر منهم يعني. فبالتالي هو كلام كده ان هو نسيج واحد، بلد واحده، قلب واحد، دم واحد، عرض واحد، عرض واحد. يعني بتتكلم اذا كنا موجودين النهارده معاهم فاحنا موجودين عشان نقول لهم كل سنه وانتم طيبين، واعيادكم هي اعيادنا وفرحنا، والامكم هي الامنا، واحزاننا هي احزاننا. موضوع واحد يعني مش محتاج ان احنا نفصل كتير. يمكن احنا واخدين نظام جديد عندنا في السويس احنا عاملينه بقالنا كذا سنه، ان احنا ما بنحضرش في يوم القداس، لان هنا لما بيجوا القداس بنعطلهم، رغم انهم في بهجه وسعاده انا عارف، لكن بنعطلهم ونعمل لهم حاله ربكه. احنا قلنا نسيب القداس ونيجي تاني يوم نقدم التهنئه الواجبه
والحقيقه انا شايف ان ده بشكل جيد، بشكل حلو وكويس وماشي. فنتمنى لهم ان شاء الله رب السعاده والخير والنماء والرخاء، وشرفونا النهارده وسمعونا اصوات جميله بالكورال الكنيسه. الحقيقه حاجه تشرف. هي لما بتيجي هنا الحقيقه بتحس بروحانيات وبتحس بصفاء. فنتمنى يا رب يديم علينا المحبه والسعاده اللي احنا فيها دي، ولا نملك في النهايه الا ان نكون يعني بس ان شاء الله رب العالمين السنه الجايه لما نيجي هنا نكون في احسن صحه واحسن حال وتقدم وازدهار. احنا بنفرح باحتفالاتنا بعيد القيامة المجيد بيزيد من احساسنا بالفرح والبهجة. الشيخ سيادة المحافظ والسادة قيادة المحافظة، وده طبعا يعني مش غريب على الروح الجميلة، الروح المصرية. وزي ما قال سيادة المحافظ يعني احنا بنحس بالروح والمشاعر الداخلية بيننا، وربنا يكون علينا فرحة الأعياد بعد شوية. طبعا والجميل ان احنا يوم الجمعة الجمعة العظيمة والفطار بتاعنا حوالي الساعة 6. كلنا ايد واحده، الروح حلوه. اشكرك دكتور ماجد. في ناس كلها النهارده طبعا منظر دايما معودنا دايما ويجمعنا دايما في الخير في الاعياد وفي غير الاعياد. بنتجمع مع معالي وزير المحافظ السويسي حاجه ثانيه بشكل تاني في الاعياد. نقول لاخواننا كل عام وانتم بخير، بل انتم بالخير لكل عام. نسال الله عز وجل ان ربنا يمن علينا دايما وابدا بالامن والامان والسلم والسلام. وتحيا مصر.